سيداتي آنساتي سادتي، نتلو على مسامعكم نص بيان مجلس أبواب الشعب. أيها الشعب العراقي المرتاح، لقد بلطنا وعمرنا وشخبطنا وأنعشنا اقتصادنا واكتفينا ذاتيا، كيف لا؟ ونحن اليوم لا نعتمد على تصدير النفط فحسب، بل أصبحنا نصدر البرميل أيضا ونحتفظ بالسدادة. نوزع الأموال فلا نجد من يأخذها فننزلها بالجيب. تعمدنا قطع الكهرباء خوفا على حياتكم من المبردة لأنها تنتل. أمان أمان أمان، نعم تلك هي أنشودة الشعب، لأن الأمان وصل ذروته، حيث أن الجداح التي يطلبها رفيقك اليوم يردها إليك ولا يغلسها كما حصل في الأمس. أليس هذا أمان؟ تبا لكم، إنه الأمان بأم عينه. إن الرفاهية والطمأنينة التي تعيشونها اليوم سوف تدخلكم النار. لا بد للشعب أن يكون مظلوم لكي يدخل الجنة. وبناء على ما جاء أعلاه سوف نتخذ مجمل قرارات تسود أيامكم وتنكد معيشتكم وتفين حظكم لكي نقلص الرفاهية بينكم، وبالتالي تدخلون الجنة. أولا، يمنع اختلاط الذكور مع الإناث، لأن ذلك قد يسبب التعارف والزواج والتكاثر وإنجاب أطفال وصرف حليب يا حكومة. ثانيا، إلزام المرأة بالحجاب في الدوائر الحكومية لكي لا يطلع المراجع على أسرار الدولة العليا. عدم إحضار الدي جي في الحفلات، وعليكم الاكتفاء بالتصفيق وشايف خير ومستاهلها. عدم تصفيف الشعر كعرف الديك أو ما يسمى بالسبايكي، لأنك لست ديكا ولست دجاجة، أنت رجل والرجال قليل. عندما تخرجون في سفرة بعجلتين لا داعي أن يشاور أحدكم للآخر لأنكم خرجتم سوية من المنزل. عدم وضع المكياج أو ما يسمى الميك آب، وخابرني إذا وحدة زوجة بعد. منع استيراد وتداول وبيع وشرب ومشاهدة الخمر وليس الخمرة. وللتأكيد على ما نقصده، نعم إنه هذا المشروب اللعين الذي شربته أمامكم يمنع تداوله أو شربه أو بيعه، ويستثنى من هذا القرار من يذيع هذا البيان. مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 نيسان 2020 الموافق 1443 هجرية. كان معكم علي خالد، نلتقي وإياكم بأبو زعبل. سمعت بغداد تناشدني، ماخذ الخجل تسألني عنها. لا من ثائر ويداوي الجروح ويرفع الراس. أنا في إذنكم صرخة سكينة.